سلام على اجدع ناس رجال واناث. فيلم النهارده ما اقدرش اقول لكم عليه ان هو رومانسي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان هو مأساوي، ولا حتى اقدر اقول ان هو حزين، لانه جمع كل المشاعر دي في مكان واحد. وبصراحه ما كانش ينفع اعدي عليه وما شاركوش معاكم، وما اعتقدش ان مفيش حد ما سمعهوش، بس كالعاده اللي هتشوفوه هنا بشكل مختلف. فاللي متحمس يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش اللايك الجامد علشان تحمسوني دايما اوريكم الاجمل، واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتاكدوا كلكم ان انتم مفعلين الجرس، لان فيديو النهارده بناء على طلبكم. ومن غير رغي كتير خلينا نبدا. ايش ده شاب زي اي شاب حالته الماديه صعبه والدنيا مخبطه معاه، بعد ما ساب شغله في السوبر ماركت وطير كل فلوسه. بنشوف هو عامل مذكره ب15 يوم، وكل يوم بهدف مختلف، بس اليوم الاخير هدفه هو الانتحار. وبيكون بيتمشى على جسر وبيفتكر ايام طفولته بالتحديد في الابتدائي. وفي اليوم ده بتدخل بنت جميله لسه جديده في المدرسه، وبيطلب منها المدرس ان هي تقدم نفسها للطلاب، فتاخد دفتر من شنطتها هي محضراه وبتعرف نفسها، وبيكون مكتوب في اول صفحه اسمها اللي بيكون نشيميا، وفي الصفحة التانية بتقول لهم ان هي سعيدة ان هي موجودة هنا، وانهم علشان يتواصلوا معاها لازم يستخدموا دفتر زي ده. وده بيظهر لنا ان نشيميا ولا بتسمع ولا بتتكلم، يعني صماء. بتبدأ تتأقلم مع الطلاب وبتتعرف عليهم، وكمان انضمت معاهم في فريق للغناء وقضت وقت جميل جدا معاهم. بس دايما كل شيء له عيوبه ومميزاته، لان في مجموعة من الطلاب ولا بيحبوها ولا طايقينها، واللي كان من ضمنهم ايشيدا، واللي بيتريق عليها وعلى تصرفاتها، وكان بيخلوا اصحابه يضحكوا عليها وعلى تصرفاتها كمان. والولد ده كان في التنمر استاذ، وده اللي كان بيأثر في نفسيتها وبيخليها تحس بالوحده. وفي يوم بتقابل ايشيدا وبتطلب منه ان هم يبقوا اصحاب، بس هو بيرفض، وهو مش بيكتفي بكده كمان، ده بيرمي عليها تراب. وتاني يوم المعلمه بتعلمهم لغه الاشاره عشان يعرفوا يتواصلوا مع نشيميا، بس الاطفال ولا هيفهموا الاشاره ولا غيره، الا ولد واحد بس اللي كان مهتم وبيطلب ان هو يتعلمها، والباقيين هيكتفوا ان هم يتواصلوا معاه عن طريق الكتاب او الدفتر. وكتير من الاستفزازات والتنمر على مدار ايام من ايشيدا لنشيميا، بس هي كانت دايما بتكتب في نفسها وبتتعامل بلطف، وكان الموضوع عادي. واللي يستفز اكتر ان بالصدفه بنتي بتشوف في ودنها السماعات وبتاخدها منها وبتديها لايشيدا وبيرميها من الشباك. وعلى الحال ده كل ما يشوف في ودنها سماعه ياخدها منها، لحد ما في يوم بياخدها بس بغباء شويه، لدرجه ان هو بيجرح ودنها وبيخليها تنزف دم بيوصل لحد دراعها. وبالرغم من كل الشر ده الا ان نشيميا كانت دايما بتطلب منه ان هم يبقوا اصدقاء، بس كالعاده هو بيرفض، لحد ما الموضوع بيخرج عن حده ونشيميا بتغيب فتره من المدرسه. وبتتصل امها بمدير المدرسه وبتقوله ان السماعات اللي نشيميا كانت بتلبسها كلها اتكسرت، وللاسف سعرها غالي جدا، وان هي خايفه ان كل اللي بيكون بيحصل ده تنمر على بنتها. وبيقول لهم المدير في الفصل لو حد يعرف مين اللي كان بيعمل كده بيقول المدرس بعصبيه كلكم عارفين ان نشيميا هو اللي بيعمل كده، هو المتهم، ويا عيني محدش بيقف في صفه والكل بيعترف بيه وبيقر عليه. الولد اتصدم من ردة فعلهم، يا جدعان ده احنا كنا طبخينها سوا. لما بيروح البيت امه بتعرف كل اللي حصل، وبتقوله المدرسة اتصلت بيا وقالت ان احنا لازم ندفع تمن السماعات اللي انت كنت بتكسرها. وبالفعل بتتقابل ام نشيميا بام ايشيدا وبتعتذر لها وبتدفع لها حق السماعات. من ساعتها وايشيدا بيتجنب نشيميا علشان ما يضايقهاش، وبيتقلب السحر على الساحر، والولد بيطلع الترند بسبب اللي عمله، وبقى في الرايحة والجاية الكل بيتنمر عليه وبيضايقوه زي ما كان بيعمل مع الطلاب. وفي مرة بيشوف نشيميا بتمسح كلام الطلاب كانوا كاتبينه على الديسك بتاعه، بس هو بيفهمها غلط وبيروح يتضرب معاها. انا مش عارف والله هو في طيابة كده. بنرجع لحاضر ايشيدا بعد ما بيوصل المدرسة اللي بيتعلم فيها لغة الاشارة، وبيكون في المرحلة الثانوية، وبيقابل بنت بالصدفة وبيخمن ان هي نشيميا. الولد ما بيصدق وبيروح يعرفها بنفسه، وبيقول لها ان هو ايشيدا اللي كان معاه في المرحلة الابتدائية. البنت اول ما بتعرف بتنهار وبتهرب منه، بس هو بيفضل وراها لحد ما بيلحقها، وبيديها الدفتر بتاعها القديم اللي رماه زمان في الميه، وبيقول لها انا بس كنت عايز اديلك الدفتر ده، وبيطلب منها انهم يبقوا صحاب، بس هي ما بتدوش اي رد وبتفضل ساكته. وبيروح البيت وبيدب خناقه محترمه مع امه لانها عرفت ان هو كان عايز ينهي حياته، وبيعتذر لها وبيقول لها اوعدك ان انا مش هعمل كده. تاني يوم بيكونوا في طريقهم للمدرسه بتاعته، وبيسرح في تفكيره وبيعرف انه قد ايه امه بتحبه وخايفه على حياته، وقد ايه نظرات البنت ايشيدا ليه كانت بريئه، وان هي اللي غيرت تفكيره
تفكيره عن الانتحار، وكمان بيفتكر اصحابه اللي سابوه مع الوقت، وغير كده كانوا بيقولوا عليه دايما ان هو متنمر. ساعتها بياخد صدمة من كل الناس وبيقرر يعيش لوحده، وبيكون شايف كل الناس عبارة عن علامات اكس وما ينفعش ان هو يتعامل معاهم. بيقعد لوحده وبيستجم وبيفكر ازاي ان هو يقابل نشيميا تاني علشان يعتذر لها عن اللي هو عمله في طفولتهم، وقد ايه هو ندمان على تصرفاته الوقحة دي. فبيفتكر ان هي قالت له ان هي بتحب تاكل السمك على الجسر، وفي طريقه بيشوف عيلين بيتضربوا على العجلة، فبيقرر يحل الخناقة وبيقول له انت تقدر تاخد عجلتي. وفي الطريق بيقع قدام رجليه ورقة بيكون فيها كوبون للخبز. بيفتكر نشيميا والجسر، فبيقرر ان هو يروح يشتريه علشان يطعم بيه السمك، وبيروح لها المدرسة وبيسأل عليها، بس صاحبتها بتقول له ان هي ما جاتش. فبيروح هو ياكل السمك على الجسر لوحده، وللمرة التانية بيشوف الولد اللي ساعده بياخد العجلة وبيروح له وبيتعرف عليه، وبنعرف ان اسمه ناكاتسوكا اللي كان جايب لإيشيدا عجلته بعد ما لقاها في الطريق. ساعتها بيقرر يشيل علامة الاكس من عليه وبيبدأ يتعامل معاه كصديق، ومن وقتها بيروحوا مع بعض اماكن كتير، وبياخده علشان يقول له ان هو سعيد جدا وبقى صديق بعد السنين الطويلة اللي قضاها لوحده في وحدته. وبيقول له ان هو كان عايز يشوف نشيميا بس مش عارف يوصل لها. ساعتها ناكاتسوكا بيروح لصديقتها اللي اول ما بيشوفها بيتخانق معاها لان المغفل كان فاكرها ولد. في اللحظة دي نشيميا بتيجي وبتشوفهم، بس إيشيدا اول ما بيشوفها بيسيبها وبيجري وبينزل تحت، وهي بتروح وراه عشان تلحقه. وصديق إيشيدا وصديقة نشيميا بيراقبوهم بالكاميرا وبيصوروه، ولان صديقتها بتفهم لغة الاشارة بتعرف ان إيشيدا كان عايز يقابلها من اسبوع على الجسر، وان نشيميا برضو كانت عاوزة تقابله، وبيوافقوا ان هم ياكلوا السمك مع بعض على الجسر. ساعتها بتوريه نشيميا الدفتر بتاعه وبتكون عايزة تعرف اللي مكتوب فيه، بس هو على طول بيمنعها علشان ما تقراش اللي فيه، وبيقع منهم في المية. ونشيميا بتنزل عشان تجيبه وإيشيدا بينزل وراها، وبيدوروا عليه وفي النهاية بيلاقيه بعد ما هما الاتنين بقوا في المية. وبالليل صديقة نشيميا بتنشر صور ليه وهو بينط في المية، وبحظه الصور بتوصل للإدارة وبيقرروا ان هما يفصلوه فترة مؤقتة من المدرسة. وبيقرر ان هو يروح يجيب اخته من الحضانة، وبيشوف صديقة نشيميا في حديقة الالعاب وبتعترف له ان هي اللي نشرت الصور، بس بتستغرب من ردة فعله ان هو مش متضايق بعد ما عرف، وبيطلب منها ان هي تروح تتغدى معاهم النهارده. وبالفعل بتروح، وبعد ما بيخلصوا السهرة الحلوة الجو بيكون بيمطر، فبيديها حذاء وشمسية وبيخرج معاها علشان يوصلها. وفي الطريق بتقول له ان هي تعرف عن ماضيه السيء وان هو كان شخص متنمر بالذات على نشيميا، وفي الحقيقة هي مش صاحبتها دي، كمان اختها الصغيرة. بيعترف لها وبيقول لها انا فعلا كنت شخص مش كويس، بس بحاول اصلح من نفسي دلوقتي، وكل اللي عاوزه انه يخلي نشيميا سعيدة في حياتها. وبتسفخ إيشيدا قلم محترم وبتاخد بنتها وبتمشي، ومنظره ساعتها ما بيبقاش حلو خالص. وبتقول لهم ان هما ما يكونوش صداقات معاه لان هو شخص سيء، وده بيفكرهم باللي حصل زمان. تاني يوم بيقابل نشيميا وبيعرف منها ان هي بتدور على صديقة ليها من الابتدائية، فبيقرر يساعدها هو وصاحبه، وفعلا بيلاقوها في ثانوية تانية، وبيركبوا قطر عشان يروحوا لها وبيقعدوا معاها. بس إيشيدا بيقوم وبيسيبهم يتكلموا لوحدهم، وهو بيتمشى بيقابل بنت بيعرف ان هي صديقته اللي كانت معاه في المدرسة زمان، بس هي ما بتتعرفش عليه وبتديله كوبون للنادي وبتمشي. وبالفعل بيروح لهناك هو وصاحبه، وبتعرف صاحبته ان هو إيشيدا اللي كان معاه في المدرسة، ولما بتشوف نشيميا بتروح علشان تضايقها. الله يخرب بيتك انت من الابتدائية ما اتغيرتيش. بس إيشيدا بيدافع عنها وبيقول لها ايه يا حاجة ده كان زمان وجبر، انت بتعملي ايه؟ وبتقول له مالك يالا انت بقيت ممل كده ليه؟ وبتسيبهم وبتمشي احسن ريحتيني والله. ساعتها نشيميا بتديله القرش ده كهدية وبتحاول تبين له ان هي معجبة بيه، بس هو ما بيلاحظش ده، مش مهم لانهم في النهاية بقوا اصحاب وبيخرجوا مع بعض والدنيا بقت حلوة وجميلة وكده. ومع الوقت عملوا شلة صغنونة كده مع بعض، بس البنت ايده منفسنة من نشيميا وكل ما بتشوفها بتلاقيه معاها، وبتروح تخنقها وبتقول لها خطفت الرجالة يا بتاعت الدفاتر يا اللي بوشنا يا بتاعت إيشيدا وشوبش، ايه اللي انا بعمله ده؟ وبطبيعة الحال يا جدعان وان دايما الحلو ما بيكملش، بيجي في يوم من الايام نشيميا بتفقد فيها جدتها وبتتأثر بموتها جدا، بس إيشيدا ما بيسيبهاش وبيقف جنبها في الفترة الصعبة بتاعتها. وفي يوم بيعملوا عيد ميلاد لأم نشيميا وإيشيدا بيحضر معاهم، وأمه ما بتكونش طايقاه عشان اللي كان بيعمله زمان، بس في الآخر بتتقبله وبيروحوا يحضروا مهرجان ألعاب النارية وبيقضوا يوم زي الفل. وقتها نشيميا بتستأذنهم وبتقول لهم إن هي هتمشي علشان المذاكرة. إيشيدا بيوافقها وبيقعد معاهم، بس أختها بتقول له يروح يجيب الكاميرا بتاعتها من البيت، وفعلا بيروح إيشيدا للمنزل وبيفتح الباب وبيدخل علشان يجيب الكاميرا. وحصل الغير متوقع يا جدعان، نشيميا واقفة على البلكونة وخلاص بتقرر ان هي تنهي حياتها. إيشيدا شافها ومصدوم من المنظر ومن اللي هتعمله. البنت بترمي نفسها ولكن على اخر لحظة بيلحقها، ويا دوبك على ما بيعرف يشبك لها وبتمسك في السور بيكون فقد توازنه وبيقع هو. وقتها البنت ما بتستوعبش اللي حصل
يحصل، ضحى بنفسه علشانها، وكل ده مقابل ان هو يثبت لها ان هو ندمان على كل حاجه عملها معاها. وللاسف الولد بيتدمر خالص وبيروح المستشفى. الاصابات اللي بيتعرض لها خلت حالته مش مستقره خالص، والبنت وقتها بتدخل في حاله اكتئاب فظيعه، وبنعرف ان هي كانت عايزه تنتحر لان هي بتحبه ومش عارفه تعترف له بده، وحاسه ان هي السبب في كل المشاكل اللي بتحصل له. يا الله، كل واحد فيهم بيحاول يضحي علشان سعاده التاني. ساعتها امها بتجيلها، ووقتها البنت بتكون في قمه حزنها واكتئابها، ولكن ده ما بيستمرش كتير، وبتقرر ان هي تروح لكل اصحابه وتصلح غلطتها، وبتعتذر لهم كلهم. وهي نايمه بتحلم بإيشيدا، وهو بيقولها خلاص انا مش هكمل اكتر من كده، انا هموت. البنت بتصحى مفزوعه بتجري في الشارع لوحدها وهي منهاره، وفي نفس هذه اللحظه إيشيدا بيفوق. اول حاجه بيقولها هي نيشيميا، بياخد بعضه هو كمان وبيحاول يخرج من المستشفى، وطول الطريق بيردد اسمها وبيحاول يوصل لها وبيلاقيها، وهما الاتنين بيتقابلوا وبيكونوا قصاد بعض. ما بتكونش مصدقه ان هي، علشان تتاكد بتحاول تلمسه، وبتعرف ان هو فعلا حي. ساعتها إيشيدا بيضحك وهي قصاده بتنفجر بالبكاء من كميه المشاعر اللي جواها، وبتقول له انا السبب في كل اللي حصل، لو انا ما كنتش موجوده من الاساس ما كانش كل ده هيحصل. بيقول لها بالعكس انت الوحيده اللي اديتيني امل علشان اعيش، وبيقول لها ما تخافيش من حاجه، احنا بقينا مع بعض اخيرا. فبيعترف لها بلغه الاشاره وبتتكسف وبتضحك. بيرجع لحياته الطبيعيه من تاني، وبيبدا يتقبل كل الناس اللي حواليه، ولانه بقاله كتير ما حسش بالحياه وباللي حواليه بيبكي من كميه المشاعر اللي كان كاتمها جواه. فضفض اخويا فضفض، هنلاقي ايه احسن من العياط نفك بيه عن نفسنا. فضفض يا عم واضحك للحياه علشان تضحك لك. واخيرا قدر يستعيد سعادته وما يحسش بالذنب من تاني. وبحب افكركم من تاني، مهما الدنيا ضاقت بيكوا اوعوا ابدا تفكروا في الانتحار، يبقى شخص غبي جدا لو فكر في حاجه زي دي، بالذات لان احنا في الفتره الاخيره دي حالات الانتحار زادت لاننا بعدنا عن ديننا ومبادئنا. واحب اقول لكم ان اللي بينتحر ده لا هيطول دنيا ولا اخره، وفي لحظه الدنيا توديك وتجيبك، فمش مستاهله يا صاحبي. عاوز اقراكم كلها في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وتتاكدوا كلكم ان انتم فاعلين الجرس علشان يوصلكم كل الجمدان. والى لقاء اخر بلا احزان، وبيس.